السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة مع طبخ سوسو. اليوم جيت نحضر معاكم هاد الكيكة بذوق الكراميل والشوكولاتة، خفيفة ريشة وتجي بزاف بنينة. نروح مع بعض نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. عندي 2 حبات بيض يكونوا متوسطين الحجم، نضيف عليهم نصف كاس سكر عادي، نزيد عليهم كيس سكر الفانيلا، نجيب هنايا باتور وندرب المكونات هادو اللي عندي حتى لوين نتحصل على واحد الخليط يكون متجانس. هنايا نضيف عليها كاس غير ربع نتاع الزيت، نحاول هنايا نضيف على شكل دفوعات، نخلط مليح ومن بعد نضيف عليه كاس حليب. هنا اللي ما عندهاش باتور تقدر تستعمل الخلاط اليدوي عادي. هنايا بعد ما كملت خلطت المكونات يعني السوائل مع بعض، نروح نجيب هنايا صفايه، عندي 2 كيسان تاع فرينه، هنايا نغربل النواشف باش ما يخليوناش هذوك الحبيبات في الخليط، ونضيف عليها 2 كيس خميرة كيميائية وزن 10 غرام، ونكمل نخلط هاد المكونات مع بعض حتى يتجانس لي الخليط نتاعي. وفي الاخير هنايا نضيف عليه ملعقة صغيرة نتاع خل ابيض، ونكمل نخلط الخليط نتاعي. وهنايا كنت شعلت الفرن مسبقا على 180 درجة. وهنا بعد ما تحصلت على هاد الخليط المتماسك، نجيب هنايا هاد المول العجيب بعد ما كنت دهنته بشويه زبده ورشيت عليه رشه تاع فرينه، نفرغ الخليط نتاعي هنا كما راكم تشوفوا، ونحاول هنايا نسوي له الوجه نتاعه باش ما تجيناش جهه طالعه وجهه هاوده. وغادي ندخله للفرن لمده 20 حتى ل 25 دقيقه على 180 درجه، ومن بعد نخرجه. إذن هنايا بعد ما الكيك تاعنا طاب ووجد كما راكم تشوفوا جا يشهي، هنايا نروحو نوجدو لا كريم. عندي هنايا 2 كيسان تاع حليب، نزيد عليهم 2 ملاعق كبيرة تاع سكر، نضيف عليهم 2 ملاعق كبار نتاع نشا. كما تقدروا ديروا كريم باتيسير اللي تكون متواجده عندها، انا ما كانتش متوفره عندي. نجيب فوي ونحرك شويه هاد المكونات مع بعض ونديرهم فوق النار حتى لوين يتقال، يولي بهذا القوام اللي راكم تشوفوا فيه. ونضيف عليه هنايا علبه نتاع كريم ديسير، ونخلط هنايا مليح. ونجيب هذيك الكيك نتاعنا كيما راكم تشوفوا، وغادي نفرغ هذيك لا كريم نتاعنا في هذيك الحفره. المول العجيب يجي في هذيك الحفره في الوسط كيما راكم تشوفوا. وهنايا نخليوه شويه يشد روحه، واحد 10 دقائق منبا. نروحو هنايا نحضروا التزيين يبقى اختياري. انا جبت علبه تانية تاع كريم ديسير، وعندي هنايا جيب حلواني. هنايا نفرغ هاد العلبه الاولى تاع كريم ديسير، وعندي هنايا علبه نتاع دانيت شوكولاته كيما راكم تشوفوا. نعاود مام هو ندير في جيب حلواني، ونروحو نكملوا التزيين تاع الكيكه تاعنا تاع نهار اليوم. انا هنا راح ندير لها خطوط كيما راكم تشوفوا. بديت خطوط تاع الشوكولاته، ومن بعد نروح ندير خطوط نتاع الكراميل، ونجيب هنايا كيردون ونبدي ندير هذوك الخطوط نتاع الملفاي، ويعطينا هذا الشكل الراقي والشكل الرائع والجميل، وكيما تجي بزاف بزاف بنينه. واذا كانت هذه هي كيكتنا تاع نهار اليوم بعد ما درتها في صحن التقديم. انا هنا ما خليتهاش تبرد، نتوما تقدروا تخليوها في الثلاجه تشد روحها شويه هذيك الكريمه. انا لو كان خليتها في الثلاجه يعني ما راحش نلحق عليها، ما راحش نزيد نصورها باسكو ياكلوها.
وكيما راكم تشوفوا هنايا قسمت معاكم مورسو جات بزاف 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 بنينه، وهذيك لا كريم تجي روعه. نتمنى انكم تجربوها ان شاء الله وتنال الاعجاب نتاعكم. وما تنساوش تخليوا لي لايك وتعليق، وما تنساوش تشتركوا في القناه اللي ماشي مشتركه في القناه ليصلكم كل جديد ان شاء الله. ونلتقي في وصفه اخرى، مع سلامه.